وبه أستعين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهلا وسهلا في برنامجكم، برنامج حكاوي بنات، برنامج البناتي وحبيباتي وجميلاتي بناتي، فئة البنات وبس. طبعا للجميع، هو نقدر نستمع ونستفيد. طبعا حياكم، هو كلام للجميع، ولكن هو مخصص لفئة الفتيات. بنتكلم فيه عن الفتاة، إيش الأشياء اللي ممكن تواجهها، الصعوبات، كيف ممكن تتخطاها، إيش الأشياء اللي ممكن تتعلمها، إيش الأشياء اللي ممكن تستفيدها، كيف مثلا تنمي مهاراتها. هذه الأمور كلها بنتطرق لها في برنامج حكاوي بنات، بدءا من أول ما حست البنت أنها كبرت. طبعا نحن في حلقتنا الماضية تكلمنا عن البنات وعن كيف وشعورهم في هذه المرحلة، إيش التغيرات اللي تمر عليهم، وما هي الرسالة اللي يوجهونها لأهاليهم، للأم وللأب وللعائلة ولكل محيطهم. طبعا لازم نحن نهتم للسن هذا، سن مهم جدا، مثل ما نحن نهتم بسن الطفولة وإنه إيش ياكل، إيش يشرب، إيش كذا. أيضا اهتمي في بنتك أيضا وهي كبيرة في هذه الفترة. لا تقولينها بنتك كبرت وخلاص، لا حبيبتي، لازم لها عناية خاصة. أيضا نفس الشيء زيها زي الطفل. نحن أكيد كأمهات كلنا نسعى إن نحن نكون مثل أمهات مثاليات، وإنه لا يا ماما اعملي كذا ولا اعملي كذا، لا هي ما تسمع، لا هو ما أدري إيه وذا الأمور. ولكن دائما نحن كأمهات هذا واجب علينا. وأيضا أنتم يا آباء احرصوا على بنياتكم، اهتموا في أشيائهم، شوفوا ايش طلباتهم، ايش هم فعلا احتياجاتهم اللي هم يحتاجونها، ساندوهم، نموا مهاراتهم. صدقوني أنتم اللبنة الأولى والمدرسة الأولى لأي طفل، سواء ابن أو بنت. لكن الآن بما أن نحن في صدد عن البنات، فحنتكلم عن البنات وبس. نحن في حلقتنا مثل ما قلت، حلقتنا الماضية اتكلمنا عن أنا كبرت، كيف شعور البنت وهي كبيرة، إيش الصعوبات اللي تواجهها. وطبعا هذه سن ومرحلة حرجة بالنسبة للبنت، يعني أنت هي قاعدة تتغير كليا، هي قاعدة تجيها أفكار جديدة، عندها ضغوطات، يعني هي أصلا عندها ضغوطات أصلا في المرحلة العمرية هذه. وأيضا يجيك أحد ويزيد خلينا نقول يزيد عليها، بلاش نقول أمثال كذا، فيراكم عليها أيضا الضغوطات. لا لازم تعملي كذا، لازم تسوي كذا، لازم تصيري كذا، لا تصيري مدري إيه. يبغونها يطلعوها مثالية وبرفكت. هذا شيء طبيعي، أي أم وأي أب يتمنى أنه يكونوا أولاده أحسن شيء في الحياة وأفضل شيء. بس لكن راعوا أيضا بناتكم، راعوا القدرات الفردية، راعوا المميزات اللي تميزها. شوفوا المميزات اللي تميزها، تدعموها. الويكنس والأشياء الضعيفة فيها، أو مثلا هي لسه ما أتقنتها، ساعدوها كيف تتقنها. هذه هي اللي نحن نحاول نحن نعزز فيهم. لازم نعزز فيهم الثقة، لازم نعزز فيهم أنهم فعلا هم يقدرون، وهم فعلا يقدرون. طبعا اللي ما استمع لها أرجع وأقول لكم ارجعوا اسمعوا الحلقة. واللي معانا اليوم حياكم الله، أهلا أهلا في برنامجنا اليوم عبر بثنا المباشر. أكون سعيدة جدا بمشاركاتكم معي عن طريق الصفحة وعن طريق المحادثة المباشرة. أيضا عندكم رقم التواصل للقناة عن طريق الواتساب. أي اقتراحات أو أي سؤال عندكم ممكن ترسلون على القناة. تابعونا على جميع المنصات، عندكم على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك، وأيضا على الصفحة الرئيسية، وفي تطبيق على الجوالات للأبلز والأندرويد. طيب نرجع لبرنامجنا حكاوي بنات. اليوم معانا حلقة جميلة جدا جدا. أنا استمتعت وأنا أعد هذه الحلقة جدا، يعني شكرا لجميع البنات اللي تواصلوا معي. أشكركم من جميع من جميع يعني من كل قلبي، أقصد أشكركم من كل قلبي حبيباتي. فعلا أنا سعيدة 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 جدا بمشاركاتكم الجميلة اللطيفة الرقيقة زيكم. يا جماعة والله العظيم أنتم ما تتخيلوا السعادة اللي أنا كنت فيها وأنا أعد في هذا البرنامج وهذه الحلقة خاصة. ليش؟ لأن كان في تواصل مع البنات أنفسهم، وفعلا هذه الحلقة ترى من البنات نفسهم، وأنا كنت أنا اللي أقدمها، لكن هم فعلا اللي شاركوا وأنتجوا عملوا كل حاجة. الله يبارك لهم يا رب. وكله يعني أنا بس سويت البحث وطرحت عليهم السؤال، والله يبارك لهم جاوبوا وشاركوني وشارك لهم فعلا.
وشاكرة الأمهات اللي تعاونوا معاي وسمحوا لي إني أنا أتواصل مع بناتهم وأسألهم السؤال. طبعا سؤال حلقتنا اليوم أو موضوع حلقتنا اليوم: كيف تشوف الحياة؟ أو كيف أنا أشوف الحياة؟ طبعا هذا السؤال أنا وجهته لبناتي: كيف تشوفين الحياة؟ وفسرت لهم. طبعا اللي ما فهمت السؤال، طبعا أول مرة تيجي واحد تيجي تقول له كيف تشوف الحياة، كذا بيتنح في وجهك، تلقاه كذا صفن على قولتهم، أو كذا جته فجأة يفكر يدور في مخه وكيف أشوف الحياة وكذا. سبحان الله، في ناس ما شاء الله عندهم سرعة البديهة وعندهم الذاكرة المتقدة وإلى آخره، فتلقاه سريع الرد على طول، تلقاه مثلا الحياة كذا وما أدري إيه وكذا. فأنا بسطت لبنياتي وحبيباتي الله يسعدهم، بسطت لهم الفكرة، مثلا إن قلت لهم: أنت كيف تشوفين الحياة من منظورك أنت؟ إيش الحياة بالنسبة ليكي؟ مثلا كيف، مثلا وش التغيرات اللي حصلت لك، يعني مثلا من مرحلة الابتدائية لمرحلة المتوسطة، ايش اللي تغير عليك؟ حتى لما كنت الآن في الثانوي، فايش تغيرتي؟ وش اللي حصل فيك يا فلانة؟ لكل يعني بنات من بناتي، فكل واحدة أبهرتني بإجابتها وأسلوبها وتفكيرها. طبعا نحن نراعي الفروق الفردية ولازم نراعي المرحلة العمرية أيضا، يعني مثلا اللي تجاوبني مثلا بنت 13 سنة أو 12 أو 14 15 غير اللي في 18 أو 19، فكل واحدة وغير طبعا، وغير أيضا الثقافة، غير للأمور اللي هي مثلا تمر فيها في الحياة. طبعا كلنا نمر بمراحل في حياتنا، أيضا البنات يمرون في أشياء. في ناس منهم مثلا انتقلت من مكان لمكان فصارت لها نقلة نوعية، طبعا إنها تنتقل من مكان لمكان، إيش الأمور اللي حصلت. طبعا هذا جهد كبير كان، يعني مو للبنات بس، أيضا أولياء الأمور، نحن كآباء وأمهات كعائلات، يعني مثلا غيرت مكانها لمكان آخر جديد، يعني عشان تتأقلمي على المكان وعشان تتعرفي عليه، وإيش الصالح وإيش الطالح وإيش ينفع وإيش ما ينفع، يعني ناخذ جهد، ناخذ فترة. فما بالكم بناتنا إيش اللي يتعرضوا له، ولسه حنحطهم في مدرسة جديدة ولسه حيتعلموا مناهج جديدة، يعني قصة طويلة. طبعا المرحلة الابتدائية سهلة بالنسبة لهم في المواد وكذا، حتى لو كان في صعوبة، بس بالنسبة لهم مو زي مثلا المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية. في لكل لها دورها ولكل لها ترتيبها. أيضا مثل ما قلت لها ترتيبها ولها دورها. أيضا البنات اللي واجهوه في أوقاتهم الآن، وكل واحدة جاوبتني من منطلق اللي هي متعودة عليه والحياة اللي تشوفها فعلا، وكانت فعلا إجاباتهم صادقة جدا. وفي بنات كثير أيضا استحوا وما ردوا علي، فعادي يعني يا بنات. أنا أنتظر مشاركاتكم إن شاء الله في الحلقات الجاية كثير، وأنظر أنتظر تواصلكم معي بإذن الله. ونتكلم اليوم عن أولى المشاركات: كيف تشوفي الحياة؟ كيف نحن نشوف الحياة؟ أنت الحين، أنا الكل الأم وأب الآن، كيف تشوف الحياة أنت الحين في منظورك؟ أبغاك تجاوب هذا السؤال، شاركوني بإجاباتكم. أيضا بناتي حبيباتي اللي تتابعوني، شاركوني بإجاباتكم الآن: كيف تشوفين الحياة؟ إيش التغيرات اللي مرت عليكي؟ إيش الأشياء؟ طبعا هذا لكل بناتي في كل أنحاء العالم أنا أوجه لكم هذا السؤال: إيش الأشياء اللي تغيرت عليكي؟ إيش الأمور فعلا اللي حسيتيها جذرية حصلت معاكي وغيرت فيكي شيء كثير، غيرت فيكي يعني عملت لك من جد نقلة نوعية، حسيت فعلا فيها انك انت كبرتي وانك انت قد المسؤولية، وايش المسؤوليات اللي طرقت لك، وهذه الامور. انتظر مشاركاتكم. وايضا انا بطرح لكم من بعض المشاركات بناتي حبيباتي اللي وصلتني. عندنا مشاركة بنوتي رجاء، قالت: انا كبرت شوي، ما صرت ألعب بألعابي ولا صرت أجري مثلا كثير زي ما كنت أنا متعودة وأنا صغيرة، أصغر منها كذا، وصرت أحس أني أنا أفهم أشياء كثيرة ما كنت أفهمها من زمان. أيضا كمان شكلي تغير. يعني هذه من المشاركات اللطيفة الظريفة اللي وصلتني، جدا حبيتها. شكرا لك يا حبيبي رجاء، الله يسعدك ويبارك لك ويوفقك وين ما كنتي. أيضا مشاركة من بنتي مروة، تقول: أنا أشوف الحياة بسيطة وسهلة ومملة نوعا ما في هذه الفترة إلى حد ما يعني. وتقول: أنا تعرفت الأشياء كثيرة في هذه المرحلة اللي وصلتها الآن. وشكرا لك بمشاركتك مروة.
طبعا شوفوا هذا الحين بس مشاركتين بسيطة. أنا برجع أنوه، بناتي اللي تواصلوا معاي أنا تفاجأت فيهم، يعني أنا شوفوا كأم الآن أنا تفاجأت فيهم صراحة، وجدا أقول لكم وأشكركم وأقول لكم شكرا من كل قلبي على المشاركات الحلوة مرة ثانية، وعيشتوني في جو ويعني جمال، يعني ما أقدر أقول لكم وأوصف لكم إياه صراحة، يعني أعجز فعلا عن وصفه. أيضا أقول لكم أشياء، الشخصيات اللي لمستها كانت جدا جدا عذبة، جدا رقيقة، تفكيرهم الحلو، إيجابيتهم، يعني أشياء يعني سبحان الله ما أدري شلون أقول لكم، فعلا أعجز عن وصفها. الله يبارك لكم بناتي حبيباتي، الله يوفقكم وين ما كنتوا، وبنرجع نكمل مشاركاتنا الجميلة ومشاركاتنا الحلوة مع البنات الجميلات اللي تواصلوا معنا. عندنا الحين مشاركة بنتي نجاة، تقول أنا حسيت أني أنا كبيرة تمام، والحمد لله صرت مثلا قبل ما أنام أخطط لليوم اللي بعده وأنام في الوقت المناسب، وأحرص على قراءة الأذكار الصباح والمساء، وأيضا بدأت أحفظ القرآن مع أختي الكبيرة، وبإذن الله بحفظ أسماء الله الحسنى. يا الله شفتوا شو الجمال، شو الجمال، يعني أقول لكم والله من جد جميلات، بنات جميلات، يعني شوفوا في هذا السن وتبدأ تخطط اليوم اللي بعده. شوفوا نحن مثلا البنات اللي في ذيك الفترة كيف كنا، طبعا قمة الوعي في البنات الآن جدا مهم، فجيل واعي لازم نكون له أيضا واعيين، ونهتم في رغباتهم، ونهتم في أشيائهم ومتعلقاتهم، وإيش الأشياء اللي ممكن نحن نقدمها لهم كآباء وأمهات ومعلمين ومربين، وأي متعلق آخر أيضا تقدمه لهذه الفئة للبنات الجميلات. والحين فاصل ونرجع نواصل رسائلكم الجميلة. طبعا في أشياء شيقة لازم ترجعون تسمعونها، أخليكم مع الفاصل ونرجع بإذن الله ونواصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. السلام عليكم، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل مع مشاركاتكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج حكاوي بنات، ونرجع نكمل قراية الرسائل البنوتات الحلوات اللي وصلتني معانا، أو مثلا مشاركة اللي أنا سألتهم، طبعا اللي قلت لكم عليهم اللي أنا سألتهم في البحث. كناري تقول انتقالي كان من السهل إلى الصعب في المدرسة، طبعا هي قاعدة تتكلم من ناحية المدرسة، من حيث المواد وكثرة المشاريع المطلوبة، لكن نشوفوا وش بعد لكن اكتشفت مواهبي التي ظهرت في مرحلة متوسطة. ما شاء الله يا كناري، ايش المواهب اللي عندك؟ خلينا نشوف. مثل صوتي في القرآن، وصوتي في الغناء، والأعمال اليدوية مثل الحياكة بالصوف، وأيضا الخياطة، وأيضا اكتشفت إعادة تدوير الأغراض
والرسم. ما شاء الله تبارك الرحمن، مواهب عديدة وجميلة، وبإذن الله إنك تتقنينها ونشوف إبداعاتك على الساحة. طيب وننتقل لبنتي، بنتي خلينا نسميها جوري. تغيرت، تقول تغيرت نظرتي من المرحلة لمرحلة، وكمان اهتماماتي، وصارت أهدافي نحو التفكير في المستقبل. تقول اللي فرق علي إني أنا لما كبرت اتغيرت في حياتي، في تفكيري، في كل شيء. ففي المرحلة المتوسطة مثلا كنت أهتم بنفسي وأتابع الموضة والجمال. كنت أحب أقرأ قصص، أحب أقرأ الكتب. أما في الفترة الثانوية فكان أهم شيء عندي الدراسة، عشان أطلع بمعدل جميل ويكون معدلي عالي. وأيضا صرت أتعلم الطبخ، فهذه إضافة جميلة أضافتها، شكلها ما شاء الله متفوقة وشاطرة وذكية. الله يبارك لها يا رب في علمها وجهدها إن شاء الله، وتطلع لنا من أحسن الناس مثل ما هي تحب، ومثل ما أهلها وكل اللي حواليها يحبون أكيد، ونحن بنحب لك الأفضل حبيبتي. وأيضا أتمنى لك التوفيق وين ما كنتي، وين ما كنتوا تستمعون لنا كلكم أحباء المستمعين كلكم، أتمنى لكم التوفيق وين ما كنتوا. وصارت أيضا تعلم الطبخ، أتمنى أن أشوف أحلى طبخاتك إن شاء الله تشاركينا فيها يا رب بإذن الله. أيضا بنتي الحلوة، كندا قالت لما كنت صغيرة كان اهتمامي بس إني أنا ألعب، ويعني اهتمامات الصغار، يعني هذا كانت أهم اهتماماتها. تقول لكن لما كبرت صرت أنا أشوف الحياة بطريقة مختلفة. صرت أفكر في مستقبلي وأفكر في الأشياء اللي أنا مقدمة عليها ومقبلة عليها. فتقول إنه إحساس حلو، والتغيير اللي مرت فيه بعد الانتقال كان أكيد إنه تغيير طبعا لكلنا يعني شيء صعب، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن شكل بنوتتنا قوية وتمكنت منه. تقول والتغيير اللي كان علي أيضا بعد الانتقال خلاني أتعرف على ناس جدد، وتغيرت تفكيري، وأيضا تعلمت كيف أتعامل مع الوضع اللي أنا فيه، وأيضا تعلمت إني أنا ما أخذ من الأشخاص الجدد أي فكرة على طول. ممتازة جدا، ملاحظة نبيهة وجميلة، وأتمنى لك التوفيق وين ما كنتي حبيبتي، الله يوفقك وإن شاء الله توصلي للي تبغيه يا رب، ونشوفك أيضا أحسن الناس. والآن مع بنتي الجميلة زهرة، تقول إيش نظرتي للحياة؟ تقول حياتنا كلها بمجملها مرتبطة بليش خلقنا الله في هذه الحياة، أو ليش خلقنا نحن أصلا في هذه الحياة. لو تعلمت إن ليش انخلقت راح تتغير نظرتي لكل شيء. التوازن مطلوب أساسي، العلم والدراسة هي من أكبر أولوياتي في هذه الدنيا الآن. تقول القرآن والعلم الشرعي وجود وشغف في حياتنا عشان نوصل لتحقيق أحلامنا. تقول طبعًا الحب، ربنا خلق لنا الحب في قلوبنا عشان يكون لنا دافع كبير للوصول للشغف والأمل. الحياة مليانة حاجات حلوة عشان نكتشفها ونتعلم منها وعشان نحصل لها. لمن سألتها إيش كان يعني كيف فرقتِ لمن كنتِ صغيرة عن الآن وصولِك للرؤية هذه؟ قالت للأمانة إنه لما كانت صغيرة ما كان عندها أي هدف وأي شغف تتبعه، لكن الآن سبحان الله هي الحمد لله رب العالمين طبعًا إنها بصدد. طبعًا لمّا كبرت وانتبهت وصار عندها في هدف تسعى له أو تحاول توصل له، تبحث عن ذاتها وتبحث عن شغفها. قالت الآن بديت أهتم لهذا الموضوع، وفعلًا أبحث عن شغفي وإيش يعني هواياتي واهتماماتي اللي أنا بصدد إني أنا أكتشفها إن شاء الله بإذن الله، وهذا هي اللي بتشتغل عليه. وموفقة زهرة من هنا أنا أقول لِك ربنا يوفقِك حبيبتي، ويا رب، يا رب تحقق كل أمانيك يا رب. وإن شاء الله بإذن الله توصلي لشغفك وتشاركينا فيه إيش اهتماماتك الجديدة وإيش مواهبك أيضا تكتشفيها، وخلينا نكتشف معاك إيش اكتشفتي. والآن مع حنين، تقول وش نظرتي للحياة؟ تقول نظرتي، كان السؤال بالنسبة لي صعب في البداية صراحة، وأخذت وقت كثير أو كبير إني أنا أفكر في الموضوع. نظرتي للحياة إنه مو إن الحياة آه صعبة. تقول الحياة إنه حياة صعبة. تمام يا رب إنها تكون حياة سهلة يا رب، إن شاء الله ما تكون صعبة حنون. تقول إن الحياة صعبة ولازم إنه نحن نشقى ونتعب على أساس إن نحن نقدم النجاح. أوكي، هي قصة من على صعيد النجاح وكذا، أكيد لازم كل واحد يتعب على نفسه ويجتهد ويتعلم. فخلينا نكمل رسالة. تقول لازم نحن نشقى علشان ننجح، ومو كل شيء في الحياة فرح وضحك، ولا في أوقات صعبة، لا في أوقات صعبة تمر على الكل، وكل هذه الأوقات الإنسان يتعلم منها، وأحلى حاجة إنه يصير أقوى وأحسن من قبل. عشان كذا لازم نكون متفائلين لو إيش ما يصير، عشان كذا دايما أنا أقول تفاءلوا بالخير.
تفاءلوا بالخير تجدوه. فعلا هذه من المقولات الجميلة اللي حتى أنا شخصيا أتبعها. جدا جميل حنون. أنا طبعا سألتها نفس السؤال، إن إيش اللي تغير فيكي من لما كنت صغيرة لما كنت كبيرة. كيف حنين تحس نفسها؟ قالت اللي فرق علي إنه لما أنا كنت صغيرة ما كنت شايلة يعني ما كان عندي أي إحساس بالمسؤولية، وما كان عندي أصلا مسؤوليات، يعني طفلة ألعب وأروح وأجي، هذه بس يعني كأي طفلة يعني. لكن لما كبرت لا، صار عندي مسؤوليات، صار عندي أشياء أنا أهتم فيها. أنتبه لكلامي، أنتبه لتصرفاتي والأشياء هذه. ف الله يبارك لك حنون، جدا جميل مشاركتك حبيبتي، الله يسعدك، أنا جدا سعيدة فيها. وبإذن الله يا رب تكون الحياة سهلة، وإن شاء الله تبقين معنا على تواصل، ونسمع منك آراء ثانية إن شاء الله مع متابعتك للبرنامج. الآن مع ريما ريومي. يلا يا ريوم، إيش تقول ريوم؟ تقول أنا أشوف الحياة معرفة، إنك تتعرفي على كل شيء، يكون لك خلفية بكل شيء، مثلا عن الصداقة، عن العلم، أو عن شيء يفيدك في الحياة. في الحياة طبعا في ظروف تجعل الصغير كبير، وتعطيه المعرفة يكون كبير جدا. تقول مهما كان العمر ما يختلف. تقول أنا الآن لما صرت 18 سنة ما مرت بي أشياء خلتني أكبر من عمري، وخلتني يعني عقلي أحسن، يعني خلتني أعقل، وأتحكم في تصرفاتي. وطبعا انتقالي لمصر سبب من الأسباب ده. فتقول أحس إنه فعلا الإنسان يتعرف في أشياء كثيرة. وتقول بس هذا اللي أنا يحضرني الآن في السؤال. تقول طبعا أكيد تغيرت من أنا صغيرة الآن لما أنا كبيرة، بس فعلا تغيرت علي أمور كثيرة. أشكرك ريم على المشاركة هذه. والانتقال طبعا جميعا زي ما أنا ذكرت في البداية أن الانتقال لجميعنا هو يؤثر. طبعا المفيد مثل ما ذكرتي أنه الواحد أنه يستفيد من الانتقالة هذه بشيء يتعلمه شيء جديد، والحمد لله أنت في صدد هذا الشيء. بالتوفيق يا رب، إني أشوفك في حاجة حلوة تحبينها، ودائما تواصلي معنا، وإن شاء الله اللي في كل جديد معك ريم. أما حبيبتي بنتي سارة، تكلمت عن الأشياء اللي تحبها لما سألتها عن الحياة. تكلمت عن الأعمال الفنية، تحب تشتغل أشغال يدوية وأشغال فنية. تميل أيضا للتصميم، ما شاء الله عليها، أرسلت لي كذا تصميم لها، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لها. جدا جميلة تصميماتها، وجدا بسيطة وحلوة. وأيضا ميزة عندها تحب الجيم، تحب الألعاب، تحب الأشياء اللي فيها لعب وجيمنج وكذا. طبعا الألعاب الآن أنتم عارفين الألعاب اللي نازلة، سواء كانت ألعاب سوشيال ميديا أو أيا كانت لعبة، فهي من النوع اللي تحب الألعاب. طبعا هي صنفت لي، بس أنا بصدق إني ما أذكرها الآن. إن شاء الله في حلقات جاية بإذن الله. بس الميزة اللي قالت لي إياها إنها مثلا ما تحب العنصرية. يعني مثلا تقول أنا أكره الظلم، وأكره إن أحد يظلم أحد، سواء أو أحد ينتقد أحد بسبب شكله أو لونه أو أيا يكن. تقول أنا يعني مرة أنا ما أحب الظلم، يعني أحس إن هذا اللي يوجعني أو يأثر علي. حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تقول أنا ما أحبها كثير أبدا في يعني في الحتة هذه، لما أحد أشوفه ينظلم بسبب لونه أو شكله، أو يعلقوا عليه بسبب هذا الشيء. فعلا كلنا ما نحب هذه العنصرية، وكلنا نرفضها بكل صورها وبكل أشكالها أيا يكن. كلنا عبيد لله، وكلنا خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا خلقه، يعني هو خلق كذا، ما مو بأنت اللي تيجي تقول ليش لونك كذا، أو ليش شكلك كذا، أو ليش هذا. الله سبحانه وتعالى خلقه مثل ما هو. فالواحد يحمد الله على نعمه، مو أنت تجي تقول له ليش أنت كذا ليش كذا. وهذا فعلا ميزة جميلة من بنتنا، أنها فعلا تنبهنا على هذه النقطة، أنه مو في أي أحد تنتقده، مو أي أحد تقول له ليش شكلك كذا، ليش أنت مسوية كذا، ليش عاملة كذا. لا، ننتبه من هذه النقطة، فعلا تأثر في الناس، وممكن تدمر شخصياتهم، أو يعني تعمل لهم فيهم ضعف. أيضا سارة ذكرت أنها كمان تحب الكتابة شوي أحيانا كذا يعني. وإن شاء الله يا سارة أنا أقول لك نمي موهبة الكتابة والتصميم، تصميماتك جدا جميلة، استمري عليها. ومثل ما قلت لك كلنا أيضا نرفض العنصرية بكل أشكالها. ونورتي حبيبتي سارة، مرة شكرا لمشاركتك، الله يسعدك حبيبتي. والآن مع مشاركة صوتية من بنتي لميا، اسمعوا لكم لميا وش تقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي لميا، عمري 12 سنة، وأنا من إريتريا. اليوم الأستاذة هناء أعطتني شوية أسئلة هجاوب عليها اليوم. السؤال الأول: إيش نظرتك للحياة؟ نظرة إيجابية، ونظرة تفاؤل، ونظرة حب وسلام.
الثاني، إيش الفرق بين الأول والحب؟ اتغيرت أشياء كثيرة بجسمي، في تصرفاتي، في شكلي، أشياء كثيرة تغيرت فيني. وطبعا كل إنسان يوم يكبر أشياء كثيرة تتغير فيه. وشكرا خالته هنا على الاستضافة الحلوة. حبيبتي لمو، أنا اللي أشكرك على صوتك الجميل ومشاركتك الأجمل. أنا سعيدة جدا في مشاركتك. يا رب حبيبتي دايما تكونين كذا متفائلة وإيجابية ودايما ناشطة جميلة. طبعا هي رسامة بنتنا لمو، فتابعوها، تابعوا رسماتها. إن شاء الله بعطيكم بعدين إن شاء الله إذا تيسر لي أرسل لكم حسابها. من الرسامات المبتدئات الموهوبات، فنحن نشجع بناتنا كلهم على مواهبهم الجميلة. طبعا الآن حنطلع فاصل وأرجع لكم بإذن الله مع باقي المشاركات ورسائل البنات الجميلة اللي تواصلت معاهم، وأشكرهم مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة وإلى ما لا نهاية. مرة شكرا. يلا نطلع فاصل وبعدين نرجع نواصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. حبيباتي السلام عليكم، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل مع رسائل البنات الجميلات ومع مشاركاتهم الأجمل زيهم. وصلنا لآخر مشاركات بنتي لميا، مشاركة صوتية حبيت أنا أشارككم فيها. والآن نبدأ بمشاركتنا مع بنتي منيرة. منيرة بنتي لها رؤية جميلة عن الحياة، تقول لكم أن الحياة حلوة، ومهما حطتك الدنيا في ظروف صعبة أو إن مرت عليكي مواقف صعبة، فاعرفي إن الحياة حلوة وجميلة، ونحن لازم نشوفها بطريقة إيجابية، وأيضا نتفاعل مع الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى عطانا أشياء كثيرة في هذه الحياة نحن لازم نشوفها. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لنا الجنة والنار، وخلقنا خلق لنا العبادات والأشياء هذه اللي أعطانا إياها، لازم نحن ننظر لهذه الأمور بنظرة إيجابية. ونحن كلنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ونحن لازم نلتزم بقوانين الله سبحانه وتعالى والالتزام فيها. وتقول لكم إن نحن لازم نخلي الحياة حلوة، ونفكر كيف نحن نسعد أنفسنا، وكيف نقلب كل الأمور إيجابية، وحتى لو واجهتنا أمور صعبة كيف نحن نتعامل معها وكيف نواجهها. طبعا هي قالت كلام كثير وجميل جدا، يعني أنا وهي تتكلم أنا بس مجرد إني أسمع كلامها، ويعني وأرجع وأعيد وأسمع وأرجع وأعيد وأسمع. جدا جميل كلامها. لما سألتها إيش فرقت منه من يوم صغيرة عن كبرت، لما قالت لي لا طبعا فرقت أشياء كثيرة. طبعا أي أحد لما يروح المدرسة وهو صغير طبعا يروح عند صحباته عشان نبغى نلعب عشان كذا،
نفس الشيء يعني منير ما اختلفت كثير، كانت تحب تروح المدرسة عشان تشوف صحباتها وتلعب معاهم وكذا. تقول غير لما أنا كبرت، لما كبرت تقول المرحلة المدرسة أصلا فرقت معي كثير في كل شيء. أنا كبرت وصرت أفهم أكثر، وصرت مستوعبة أنا على إيش مقبلة، خلاص أنا مهتمة بأموري والأشياء هذه، فكل هذا تغير عندها. فعلا أنا هذا لاحظته ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. كل البنات لما يتغيروا مرحلة مدرسة أغلبهم يتغيروا للشيء خلاص يبدأوا يفكروا من جد في حياتهم مستقبلهم، إيش هي تحب تطلع، إيش هواياتها، اللي ما لقت نفسها تحاول تلقى نفسها. في بنات مثلا ما يلقوا مواهبهم وأشياءاتهم في أو اللي يتمنوه في الثانوي يلقوها آه، في المتوسط أقصد يلقوها في الثانوي وهكذا. في ناس أيضًا حتى في المرحلة الثانوية ما يلقوها، يلقوها في المرحلة الجامعية، يعني تلقاها إلى المرحلة الجامعية مثلًا ما طلعت لها الهدف بشكل واضح، ما وصلت للهدف بتاعها، أو مثلًا لهواياتها بشكل واضح. ترى بنات هذا شيء عادي جدًا، أنتِ لمّا تحسي إنِك ما وصلتِ ترى مو إنه آخر الحياة، لأ عادي ترى يعني في ناس إلى الآن مثلًا ما تتوضح عندهم الفكرة إلا لمن يصلوا لسن معين، أو لما تتوضح لهم مواهبهم، يصقلون مواهبهم ومهاراتهم بشكل جيد. عشان كذا أنا أنصح الجميع بالقراءة وممارسة هواياتكم، ارسموا، اكتبوا، اسمعوا، اعملوا رياضة، اعملوا أشياء كثيرة حتكتشفي وين موهبتك، في إيش أنت تتميزين. شكرا لك منيرة على الكلام الجميل اللي أعطيتيني إياه عن الإيجابية، ونحن كيف نحن نشوف الحياة ولازم نحن نتفائل، وكيف لو إن جتنا أي مشكلة لازم نحن نتعامل معها بإيجابية، ونحن ما نكون حزينين، ونطلع من هذا الحزن إلى ونحن نحاول نحن نسعد أنفسنا قد ما نقدر. شكرا لك منيرة حبيبتي. أنا مع بنتي الحلوة نور تقول أنا عن نفسي المرحلة الانتقالية من الابتدائي المتوسط أول سنة ما كان في تغيير، لكن بعد كذا حسيت إنه تفكيري كبر. يعني في البداية كانت تحس تفكيرها نفس تفكيرها يوم كانت في السادس ابتدائي، أما بعدين فرق معاها وتغيرت. تقول كانت الحياة بالنسبة لي لعب وصديقات وهزار نفس مثل ما قلت لكم في الرسالة السابقة. بس الآن هنا تقول بس إنه لما جيت وصلت ثالث ثانوي وثاني ثانوي ثاني وثالث، تقول تغير التفكير، بديت أحس بالمسؤولية، عندي دراسة، عندي مناهج طويلة أبحث عنها وكذا. في أشياء طبعا تقول أيضا المناهج، اختلاف المناهج علي الآن كثير، كان صار ضغط علي بسبب انتقالي. طبعا تغيرت شكلها، غيرت المدرسة والبلد وكل شيء. فتقول أيضا طبعا في بناتنا ما شاء الله كثير غيروا مكانهم. فتقول إن فعلا انتقالي من بلد إلى بلد غير شخصيتي وتفكيري بشكل كبير جدا. طبعا أكيد هذا يعكس على نفسيتي. في البداية طبعا أكيد تأثرت وكذا، لكن في البداية الحمد لله، لكن فيما بعد الحمد لله تعودت وبديت أتأقلم على اللي أنا فيه، ومشت الأمور وصار كل شيء تمام. وطبعا أكيد إني أنا ماشية على مواهبي وأحاول إني أصقلها بإذن الله. وشكرا ليك يا حبيبتي نور على رسالتك الجميلة اللطيفة زيك، وسعيدة جدا بمشاركتك الجميلة. الآن أنتقل لبنتي وحبيبتي وفاء، تقول لنا أنه أول شيء لما كانت صغيرة، يعني تقول كنت ألعب، أحب ألعب بس، يعني هذا اللي أشيائي كطفلة وكذا، ما عندي لا مسؤوليات ولا واجبات أسويها ولا شيء. تقول لما كبرت صار لا عندي مسؤوليات، صار لازم أعتمد على نفسي في الحياة، في المدرسة، في كل شيء. فكمان مثلا واجباتي ودروسي أنا اللي أعملها، أعتمد على نفسي فيها. في الحياة عامة تقول مثلا تواجهني مشاكل لازم أكون فيها عاقلة وناضجة وأحاول إني أحلها وكذا. تقول تواجهني مشاكل مثلا في المدرسة، المعلمات، في الحياة عموما، أو مثلا مع صحباتي وكذا، بس أنا عن نفسي ما أحب إني أروح لحد، أحب إني أنا أحل مشاكلي بنفسي وأحاول أتعامل معها. في إذا صارت المشكلة كبيرة علي أو مثلا ما عرفت أنا أحلها، ممكن إني أنا أروح لأمي أو إني أستشير أختي الكبيرة. جدا جميل وفاء كلامك، مرة شكرا على الرسالة اللطيفة والجميلة. أكيد كلنا إحنا لما كنا صغار، حتى أنا كنت صغيرة كنت أحب اللعب، وأحب إني أنا أروح مع صحباتي، وأحب أروح المدرسة عشان أشوف صحباتي وصديقاتي وكذا. لما كبرت أكيد نظرتي على الحياة تغيرت. كلنا نفس الشيء يا بنات حبيباتي، كلنا لما كنا صغار الحياة عندنا هي كلها بس لعب وراحة وجاية وشوفة صحباتنا وكذا، ولما نكبر نبدأ نفهم الحياة بشكل آخر. شكرا لك حبيبتي وفاء على الرسالة الجميلة. الآن أروح لرسالة بنتي خلود ونقرأ وش تقول. أما بنتي خلود فشكلها مرة متأثرة مع سالفة الكورونا، فتقول لنا خلود طبعا أول شيء الحياة حلوة
بالنسبة لسؤالي هي قاعدة تفكر فيه وإنه تعمقت في التفكير فيه. تقول الحياة حلوة، وحياة حلوة لما تكون مع عيلتك، تكون حلوة مرة مع عيلتك والناس اللي تحبهم واللي تميل ليهم. الآن تقول مع كورونا تغيرت حياتنا بشكل كلي، يعني ما صرنا نشوف أحد، صارت حياتنا كأنها ملخبطة. تقول أنا ما صرنا نشوف أحد. تقول طبعا بعيدين عن أصحابنا، بعيدين عن أهلنا اللي نحبنا، كمان أبونا مو معانا. فتقول كثير أمور أثرت علينا بشكل سلبي بسبب الكورونا. تقول وبسبب أصلا عندنا من قبل الكورونا تغيرت الظروف وانتقلنا أصلا من بلد لبلد، فتغيرت عندنا أشياء كثيرة، فقدنا كثير من الأهل، فقدنا كثير من العائلة، يعني بعدنا عنهم بسبب بعد المسافة الآن. ونحن على أمل نحن ترجع الحياة مثل ما كانت أول إن شاء الله، ونرجع نلتم مع عائلتنا ونرجع مع أحبابنا وصحباتنا وكل اللي أنا أحبهم وأعرفهم. وتقول بس عرفنا في فترة الكورونا هذه عرفنا قيمة إن إحنا نطلع برا البيت، وعرفنا قيمة أهلنا أكثر وقيمة أحبابنا وصديقاتنا، وعرفنا قيمة اللي كان فعلا عندنا والآن مو موجود. وأنا أتمنى أن ترجع فعلا الحياة مثل الأول. وأيضا تقول لنا، تقول أيضا نحن نحاول الحين نتعلم من الفترة هذه حقت الكورونا، ونحن كيف الوسائل الوقائية، ونتعلم الأمور كيف لما نجي نبغى نطلع وكذا، القوانين الآن اللي نتبعها على أساس نحن نطلع. تقول يعني تعلمنا أشياء كثيرة وإن شاء الله نكون كلنا استفدنا منها. وكيف إنه يعني فعلا إلى الآن أنا أشوف حياتي اللي قبل الكورونا وبعد الكورونا يعني، والفرق الشتان بينهم. فالحمد لله على النعمة، والحمد لله على الصحة والعافية. وأتمنى أن هذا فعلا يا خلود حبيبتي فترة الكورونا تعدي، وأن نحن نرجع بإذن الله نجتمع مع أحبابنا وأصحابنا، وتشوفون بابا بأقرب وقت حبيبتي. يا رب يجمعكم في على خير حبيبتي. وأيضا أتمنى لك حياة سعيدة، وترجعي الأشياء الحلوة اللي أنتي تحبيها، وأيضا تحققي كل شيء حلو. والآن ننتقل لحبيبتي الحلوة شهد العسل. نشوف شهد إيش تقول. تقول الحياة زي ما أنت تحب تشوفها، على حسب كيف تشوفها. إذا حبيت تشوفها كئيبة أو نظرة سيئة، في حياتي حتكون كئيبة وسيئة جدا، وأيضا بتكون حياة لا تطاق زي الكتاب. حتصير كل شيء سيء وكل حاجة مو كويسة، وحصير أنا أصلا يعني حصير أنا حاجة ما لا تطاق لا لي ولا اللي حواليني. حتى أنا ما حكون طايقة نفسي، ممكن أنا أدخل في اكتئاب ووحدانية. طب ليش كذا؟ لا، الحياة حلوة وفيها ناس حلوة، وأنا اللي أحدد اختياراتي، وأيضا اختياراتي لصديقاتي ولحياتي وكل شيء. يعني مو من موقف أو موقفين مثلا أنا أغير نظرتي للحياة، أو إني مثلا أشوف الحياة إنها سيئة وكذا. تقول يعني مثلا ما كنت أنا صغيرة، لو مثلا ما أو طلبت، يعني هي طلب لأي أحد مثلا أكبر منها وكذا ما سوى لها، كانت تزعل وما أدري إيه وكذا، وهذا حال الجميع. تقول لكن الآن لأ، بديت أفهم أكثر، وصرت الحمد لله يعني أحيانا فعلا مثلا يرفضون شيء وأنا أزعل كثير، لكن بعدين أحس إن لا، الموضوع لا خيرة، والحمد لله إنه مثلا إنه صار كذا. فعلا كلامك صحيح شاهد حبيبتي، فعلا الواحد هو اللي يحدد كيف يشوف حياته، إما يشوفها سيئة أو يشوفها جميلة. وأنا حبيت المنظور اللي أنت تشوفين فيه، مرة جميل حبيبتي. الله يوفقك ويسعدك يا رب وين ما كنت. الآن مع رسالة أو رسالة صوتية كمان أخليكم معاها، مع بنتي ليان. جميل كلامها جدا جدا جدا، يا رب تستمتعون بكلامها مثل ما أنا استمتعت فيه. خلونا نسمع ليان إيش تقول. صراحة لما سألتيني السؤال قاعدة ساعة أفكر، طالع في الشاشة وأنا أفكر، يعني صعب، سؤال صعب شيء. ما قد سألت سؤال بالعمق هذا، ما قد قلت نفسي كيف أشوف الحياة. مرات يعني أسأل أسئلة متفرعة من هذا السؤال. لما كنت طفلة الحياة بالنسبة لي كانت شيء بسيط مرة، يعني مسألة جدا بسيطة. كانت حتى مراحل يعني ما هي مفصلة، يعني طفل، مراهق، طفولة مبكرة، ما أدري وش. لا، كنت أفكر أقول أنا طفلة أصير كبيرة أعجز بعدين أموت. هذه كانت فكرتي البسيطة بس عن الحياة. هذه الحياة، نعبد الله، نصلي عشان نخش الجنة والنار. هذه كانت فكرتي عن الحياة. كنت طفلة يعني 5 7 سنوات زي كذا. طبعا كانت تجيني دائما أفكار غريبة عن الحياة، مثلا إنه ممكن إذا مت أتولد مرة ثانية، أو إني كان عندي حياة سابقة فيها كنت ولد مثلا، أو إنه إحنا فضائيين. أشياء مرة غريبة عن الحياة. كانت تجيني أفكار زي كذا وأنا طفلة. بس لما كنت أفكر إنه في النهاية حنموت، إنه خلاص في النهاية حنموت،
كنت يعني أتضايق من هالشيء، إنه إحنا خلاص نهاية حنموت. مرة كنت أتضايق، ما هي مرة طويلة يعني. كنت أقول يعني أنا الآن قاعدة يعني الحياة، يعني أنا الحياة حلوة يعني، أوكي في جنة وفي نار، بس يعني هل معقولة الحياة حتروح بالسهولة هذه كذا؟ هل معقولة الحياة؟ طبعا ممكن تفكير شوي غبي، إنه كيف كذا في جنة وفي نار، هذه رحلة. بس بعدين لما سبحان الله في نفس الوقت هذا اللي كنت أفكر فيه في الأفكار هذه، ما مر علي وقت طويل يعني إلا وماما شبهت لي الحياة. قالت لي ما أدري ليش كنا قاعد نتكلم، قالت لي الحياة تخيل نفسك أنت رحالة تمشين في صحراء وعرة يعني مخاطر وجبال، تمشين تتركين معك أثر، تقابلين كلب تطعمينه، تقابلين أحد تعلميه زي كذا. بعدين وجهتك راح تتحدد على حسب عملك. إذا يعني نشرتي الخير في طريقك وأسعدتي ناس كثير، خلاص راح يكون وجهتك الجنة. أما إذا أفسدتي في الأرض وأنت ماشية وخربتي ناس، ويعني حتى مو في ناس، ممكن أفسدتي نفسك تروحين النار. بعدها كل ما كنت أفكر إنه كل ما كانت ترجع لي الأفكار إنه معقولة أنا حموت، معقولة يعني يعني ما حطول في الحياة، يعني معقولة إنه ممكن في أي لحظة في غمضة عين ممكن أموت. كان يجيني هذه الفكرة، يعني أقول إنه أهم شي لازم أأثر في الأرض قبل لا أروح، دام إني حطلع من الدنيا من الحياة لازم أأثر فيها قبل ما أموت. بس والله إن شاء الله تكون إجابة واضحة وكويسة يعني. بس والله مع السلامة. إيش رأيكم يا جماعة في الإبداع؟ إيش رأيكم في كلام بناتنا الجميل؟ مرة شكرا يا ليان. أيوة فعلا إجابتك واضحة وجدا جميلة. يا رب تكونوا استمتعتوا معي في الحلقة مثل ما أنا استمتعت، ومشاركات بناتي الحلوين يا رب تكونوا كلكم استمتعتوا أيضا بالحلقة. المستفاد من الحلقة هذه رؤية بناتنا كيف يشوفون فعلا الحياة، إيش تعني لهم، إيش تغيرات فعلا اللي هم يحسوها فعلا أنهم تغيروا فيها، إيش المسؤوليات اللي يحسون فعلا أنها مسؤوليات جت عليهم وغيرت فيهم وبدلتهم من تغير ظروف، من مواقف تعرضوا لها، من أزمات حصلت عليهم أو مرت عليهم. فهذه الأمور كلها سبحان الله تبقى في ذاكرتهم. شاكرة لكم جميعا جزيل الشكر، الله يجزاكم الجنة. بناتي حبيباتي في كل مكان، مرة 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 أحبكم كثير. أحبكم من قلبي والله. حبيباتي استمروا على أنتم فيه. كل واحدة تحاول دائما تستفيد من وقتها، لا تضيعون أوقاتكم، هذه كلها من أعماركم الجميلة، عمرك هذا أجمل شيء عندك، لا تضيعينه أبدا. دائما استفيدي فيه. اسمعي مقاطع يوتيوب مفيدة تحفيزية، اقرأي، ارسمي، اكتبي، لوني، اشعري، صممي، سوي اللي تبينه. عندنا بنات كثيرين يحبون التصاميم، يحبون الأشغال اليدوية، أحفزكم دائما اعملوها. حاولوا دائما تسوون أشغالكم اللي أنتم تحبونها. حاولوا دائما أنكم تقرون، لازم تقرون، القراءة جدا مفيدة. دائما خلوا نصابكم في القراءة، دائما لا تنسون أيضا تقرون. طبعا أنا دائما أحفزكم القراءة وكذا، أيضا لازم تقرون القرآن أكيد، إني بقول لكم إياها، هذه نصيحة من أم لبناتها ومن أخت لأخواتها أكيد. جدا شاكرة لكم، بإذن الله ألقاكم الحلقة الجاية وأنتم بأفضل وأحسن حال، وأنتظر مشاركاتكم الجميلة. شكرا لكل بناتي في كل مكان وكل اللي يسمعني الآن، أشكركم من كل قلبي. أشوفكم على خير مع برنامجكم الجميل حكاوي بنات. إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم بخير. اسلك دروب الخير للكون شمس تنير، خلي لك بصمة ترشد قلوب الغير، ترشد قلوب الغير. الخير مسعانا يرعانا، والله يرعانا، ما يوم نتوانا في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. الدعوة للأخلاق نهر عذب رقراق، حنا لدعوتنا نبذل لها ونشتاق، نبذل لها ونشتاق.
نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. قناتنا جوهد نلقاها في الموعد، بتنور اليوتيوب، بتنور اليوتيوب، من جنيها نحصد، من جنيها نحصد. والله يرعانا، والله يوم نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا.